بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده كان السوق بتاعنا، فنزلنا النهارده جبنا شوية مشتريات. تعالوا مع بعض نشوف المشتريات عاملة ازاي والاسعار عاملة ازاي، واقول لكم الاسعار زادت نقصت. تعالوا في الفيديو مع بعض هنشوف. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا احلى لايك من ايديكم، واشتركوا اللي لسه مشتركتش في القناة. قناتنا رمضانية، قناة حلوة جدا هتعجبك، كلها تفريزات وتجهيزات لرمضان. رمضان بيحلي حياتنا. خلاص حبايبي، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا الطماطم، اللهم بارك، بقت بصوا برخص التراب. الطماطم يا جماعه بقت برخص التراب، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كيلو الطماطم بقى ب 10 جنيه. شايفين الطماطم القمر دي؟ الكيلو شوفي ناشفه ازاي، ناشفه ايه، الله اكبر عليها. الكيلو ب 10 جنيه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. جبت ايه؟ جبت 5 كيلو على بعض، قلت بقى هخلص منهم ان شاء الله واعمل منهم كده احلى تفريزات ان شاء الله. كان لنا عمر في الدنيا. شايفين اهو. تعالوا بقى نحطكم بس كده على جنب عشان نوري لحبايبنا جبنه ايه. انت مش عايزه تقعدي ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه جدا الطماطم. بصوا مش لاقيه اللي يشيلها في السوق بجد فعلا. الطماطم النهارده رخيصه رخص، ما اقولكمش. الكيلو ب 10 جنيه والمستويه الكيلو ونص ب 10. خلاص حبايبي. جبت كمان نص كيلو ورق عنب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نص كيلو ورق عنب، الكيلو ب 40 جنيه. جبت نص بس ب 20 جنيه. ورق العنب رخيص اليومين دول. لو لسه ما فرزتيش هاتيلك قد كيلو او 2 كيلو وفرزيهم معاكي لشهر رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. لو عايزين تفريزات ورق العنب قولوا لي وانا افرز معاكم ان شاء الله. انا فرزته طبعا، بس لو عايزين مفيش اي مانع ان انا افرزه مع حضراتكم كمان مره. تفريزه سهل جدا وبيطلع كانه لسه طازه وفريش. خلاص حبايبي. جبت كمان هو الليمون اليومين دول غالي، فانا جبت ايه بقى؟ انا عندي في الفريزر طبعا والله بقالي، لو اقول لك بقاله سنه هتقولي كدابه. انا عندي ليمون من قبل رمضان اللي فات بحوالي 4 اشهر. بس انا جبت بقى ده علشان خاطر العيال عايزين يعملوا ايه، عصير ليمون بالنعناع. هو صغنطوط شويتين بس يلا قلت مش مشكله. جبت الشويه دول ب 10 جنيه. كيلو ليمون ب 40 جنيه، بس انا خدت دول يعني ايه ب 10 جنيه عشان هي الرفيع ده اكبر منه سنه. الكيلو ب 40 جنيه. خلاص، فهم دول كده على بعض اكتر من الربع. خلاص ب 10 جنيه. خلاص حبايبي، كل سنه حضراتكم طيبين. وقت ما الليمون يرخص ان شاء الله ان شاء الله هنجيب ونفرز مع بعض رمضان. احنا قناه رمضانيه يا حبايبي، وكل حاجه لرمضان بنعملها. خلاص حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بقى عشان انتوا عارفين اليومين دول حر. شايفين النعناع عمل ازاي؟ اغمى عليه اغمى عليه. وهنفوقه ان شاء الله لما ايه نغسلهم ونقرطفهم كده ونعمل شويه نعناع حلوين كده. ننشف شويه نعناع واللهم صل عليك يا رسول الله. نعمل كمان للعيال شويه عصير ليمون بالنعناع. شايفين كان اخضر ومرعرع، بس الجو بقى احنا يا بني ادمين مش مستحملين. ربنا يرحمنا يا رب. الجو نار، ربنا ياجرنا من نار جهنم، اللهم امين. شوف الربطه دي، حول الله يا رب. هي نفس الربط بس دي عدمت اكتر ما هي عدمانه يا عيني. هتموت يا ولاد. خلاص، فان شاء الله همسكهم هغسلهم غسله حلوه. دول ب5 جنيه. كام واحده؟ بسم الله 2 3 4 5 6 وحايد نعناع القمر ده ب5 جنيه. خلاص حبايبي اهو. بس هو حول الله يا رب، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، اغمى عليه. فاحنا هنفوقه شويه ميه دلوقتي، نغسله غسله حلوه، وبعد كده ايه نقرطف منه نعمل منه العصير. والباقي ايه اغسله غسله حلوه طبعا، وافرشه كده على قماشه نظيفه ينشف خالص ونعمله نعناع ناشف. خلاص. الخضره انا بصوا خلاص بقى القناه اللي راحت دي يعني الحمد لله ان هي جت لحد كده، هي مشيت خلاص. هي يعني انا عملت قناه جديده، بس التانية الحمد لله يعني ربنا الحمد لله على كل حال حبايبي. هي القناه بتاعتي اخترقت فما عرفتش اجيبها تاني خالص، فالحمد لله قلت اعمل واحده جديده باسم جديد خالص عشان حبايبنا يشوفوا القناه ان شاء الله يرجعوا لي. بس ما رضيتش اعمله بنفس الاسم القديم، بس الحمد لله على كل حال. احنا عملنا القناه الجديده دي رمضان بيحل حياتنا. التانية كانت اسمها ايه؟ بلاش اقول اسمها لان هي اصلا ما بقتش بتاعتي، والله يسامحهم اللي خدوها مني، الله يسامحهم الله يسامحهم. فمش عارفين اعمل ايه اصلا، مش عارفه ارجعها ازاي. ما علينا الحمد لله. فانا هخليكم معايا هنا في القناه الجديده دي. ربنا يصلح حالي يا رب واعرف امنها كويس وايه وما تروحش لا هنا ولا هنا. الخضره يا جماعه عايزه اقول لحضراتكم الخضره غليت خلاص. عايزه اقول لحضراتكم ان دول ب5 جنيه. الثلاثه دول شبت كزبره وبقدونس. ده الشبت وده البقدونس اهو. شايفين؟ خلوا بالكم اهو. لا بقدونس ايه ده، الاتنين كزبره. تصدقوا بقى الاتنين كزبره اهو. الاتنين دول كزبره، مفيش اصلا بقدونس دلوقتي في السوق على فكره. خلاص حبايبي، الاتنين دول كزبره اهو باينين حتى من تحت.
خلاص يعني الخضره غلت. يعني انا كنت بنادي في الفيديوهات اللي قبل كده بقول يا جماعه خلوا بالكم الخضره هتغلى. بعد كده مش هنعرف نجيب دول اصلا ب5 جنيه، بعد كده هنجيب الربطه واحده بس ب10 جنيه. انا كنت بنادي بقول من زمان، انا عندي في الفريزر الحمد لله، بس قلت ايه اجيب تاني، كل ما بنزل اجيب لي ب5 ولا ب10 جنيه اعمل اشيلها في الفريزر بفرزها يعني. جبت كمان الكوسه النهارده، الكوسه اللهم بارك حلوه قوي قوي قوي، حلوه بقى لو هتعملي منها المحشي او الطبيخ. شايفين الجمال، فيها كل الاشكال والاعمار، يعني الصغننه والكبيره قوي. انا بجيب العمر ده كده، المقاس بلاش العمر، بجيب المقاس ده كده. المقاس ده حلو قوي قوي في الطبيخ، بيبقى طعمه عسل اللهم بارك. ولو هتحشي برضو احشي من الصغننه دي اهي، الطول الصغنن ده بيبقى تحفه في الحشو، حلو قوي. كله ده للطبيخ ما شاء الله. الكوسه حلوه قوي ورخيصه مش غاليه، كيلو الكوسه ب15 جنيه النهارده. خلاص حبايبي، الله عظيم عز وجل العظيم. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا لايك حلو من ايديكم. لو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناه علشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. بصوا بقى حبايبي، ان شاء الله الايام اللي جايه هتبقى كلها تفريزات لرمضان. هتنجيب كل الحاجات الموسميه اللي في السوق لرمضان. تعالوا بقى ان البطاطس منها رفعت. انا رحت جبت الصفقه دي، صفقه بطاطس كده يا دوب، هي مقشوطه من الجنب ما فيهاش اي حاجه. القشطه دي من التوريه اهي، شايفين اهي، دي التوريه دي ما فيهاش اي حاجه خالص اهي، شايفين ما فيش خالص. هي دي بس مكان ما بيقشطوها بيطلعوها من الارض بالتوريه، بتتقشط معاهم كده اهو، شايفين اهي. فقلت ما فيهاش اي حاجه، انا هجيب لي الصفقه القمر دي. جبت الصفقه دي كيلو على 10 جنيه. الكيلو الثانيه بكام يا ام يوسف؟ في ناس بتبيع الكيلو ب15 وفي ناس بتبيع الكيلو ب17 جنيه ونص. فخلاص فانا جبت الكميه الحلوه دي. والله عايزه اقول لحضراتكم ما فيهاش اي حاجه ما شاء الله، شايفين حتى فيها الصغننه دي سليمه خالص، ما فيهاش ولا نقطه خدش. عادي يا ستي دبري امورك، مش لازم كل حاجه تجيبيها بيرفكت، يعني مش لازم تجيبيها A1 اهي اهي، شايفه اهي ما فيهاش اي حاجه اهي، شايفين اهي زي الفل اهي. يا دوب دي بس من مكان التوريه كده اللي بيقشطوا بيها من الارض وبيطلعوا منها، فبتتقشط معاهم بتتجرح، هما بيقولوا عليها بتتجرح. فعادي جدا لما تجيبي لك حبه من دول يا ستي، ما حدش شايف حاجه يعني، داري يلا وظبطي دنيتك واشتغلي كده وربي، يعني كوني كده حاجات فرزيها. يعني انت ممكن تفرزي دي، هتفرزي كميه محترمه ب 30 جنيه او 40 جنيه على حسب ما هتجيبي. الكيلو ب 10 جنيه. تفريز البطاطس حلوه قوي 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 في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجه وبيقعد معاكي مده طويله جدا، وما شاء الله حلو جدا، بينفع في اي لحظه. كل حاجه يا جماعه بنجيبها بتنفع للتفريزات. حتى في رمضان احنا بنعمل قبل رمضان بفتره كده تفريز، لقبل رمضان بحوالي اسبوع مثلا، التفريز اللي هو العادي بتاع الايام العاديه، البصل الثوم الحاجات دي. اما طول السنه بنفرز بطاطس، ورق عنب، خضره، طماطم، الحاجات دي كلها رخصت. الاسعار الحمد لله ريحت كتير من ساعه العيد الكبير، كانت كل حاجه مولعه نار الحمد لله، كل حاجه ريحت. انزلي هاتيلك شويه خضار، يعني عايزه اقول لحضراتكم دول ما يكملوش معايا حوالي 150 جنيه، ما يكملوش لو حسبتوهم ما يكملوش اصلا ال 150 جنيه. خلاص حبايبي، كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب يعيد علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع، وتصلوا على سيدنا النبي محمد، الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. وتشتركوا في القناه، رمضان بيحلي حياتنا طول السنه ان شاء الله معانا رمضان. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.